عليكم ورحمة الله وبركاته. تستمر مباريات دورينا والجولة الأخيرة من دورينا دوري النجوم العراق لكرة القدم لموسم 2023-2024. لقاء يستضيفه ملعب الفيحاء هنا في البصرة، في البصرة الفيحاء، حيث لقاء نفط البصرة فريق المستضيف لفريق الكهرباء القادم من العاصمة الحبيبة بغداد. مباراة مهمة لفريق نفط البصرة. من خلال هذا اللقاء يسعى فريق نفط البصرة لتحقيق الانتصار، يبقى ويلعب مباراة البلاي اوف، وبالتالي كذلك مباريات تقام بنفس التوقيت، مباريات مهمة ما بين كربلاء ونادي القاسم، وكذلك مباراة أمانة بغداد وفريق النفط. كل التوفيق للفرق من خلال انطلاق هذه الجولة. مباراة مهمة هنا ومباراة مهمة في ملعب الشعب ما بين أمانة بغداد والنفط، ومباراة مهمة جدا كذلك التي تقام في ملعب السليمانية، مباراة التي من خلالها يدخل فريق كربلاء وفريق القاسم بشعار الفوز، فريق كربلاء بشعار الفوز والتعادل، بينما فريق القاسم يلعب من أجل الفوز لكي يتفادى مباراة البلاي اوف. هنا حكم المباراة واثق محمد، وطبعا يساعده واثق مدلل وكرار عباس، والحكم الرابع حيدر عدوان. حكام الفار زيد تامر وياسر هاشم. قيم الحكام نجم عبود. كل التوفيق لطاقم تحكيم اللقاء. تطلق الصافرة على بركة الله. أجدد التحية معكم معلقا للمباراة علي الشمري، ولقاء نفط البصرة والكهرباء ضمن لقاءات الجولة الأخيرة من دورينا دوري نجوم العراق لكرة القدم لموسم 2023-2024 هنا في البصرة الفيحاء، وبالتحديد في ملعب الفيحاء. تشكيلة الفريقين لمباراة اليوم: كهرباء يلعب بعبد الله فيصل، حارث فلاح، علي خالد، وسيف حاتم، علي السجاد، صباح حموري، فيصل، ايفان خالد، مرتضى علي مرس، ونبيل صباح، محمود خليل، ومهيمن سليم. هذه تشكيلة المدرب لؤي صلاح. بالمقابل فريق نفط البصرة يلعب من خلال مباراة اليوم، يلعب بحسام مهدي، بنيامين، محمد سعيد لاعب اليمني، ومصطفى عبد الجليل على رعد، واكوامي اللاعب الغاني، واحمد فاضل، ومصطفى هادي، واحمد سعيد، وكذلك لدينا حسام مالك وحسام جاد الله. بداية المباراة فريق نفط البصرة بالالوان الزرقاء الكاملة على يسار السادة المشاهدين، بينما على يمين السادة المشاهدين فريق الكهرباء بالقمصان البيضاء والسراويل السوداء. بداية المباراة الدقائق الأولى بكل تأكيد مباراة لا يخسر فيها شيء فريق الكهرباء، بينما يريد من خلال هذه المباراة أن يحقق النقاط الثلاث لكي يصل للنقطة رقم 43 ولكي يصل للانتصار التاسع. بينما نفط البصرة يلعب هذه المباراة من أجل أن يكون حاضرا في مباراة البلاي اوف. نفط البصرة بالمركز الثامن عشر ب31 نقطة، بينما الكهرباء بالمركز الثالث عشر ب41 نقطة. سيف حاتم، تمرير الكرة، مهيمن، كرة وصلت إلى جهة اليمين لعلى رعد، بعد ذلك الكرة وصلت لأموري، تمرير، الهجوم الآن، تبقى المحاولة، محمود خليل، وكرة مقطوعة الآن في وسط الملعب. هجوم
لنفط البصرة. مصطفى هادي تمرير الكرة. غير احمد غير. حسام مالك، كرة وصلت لأموري، بعد ذلك الكرة مقطوعة. ايفان خالد، تمرير عن طريق مهيمن ووصلت لمصطفى عبد الجليل. وصلت لمصطفى عبد الجليل، بعد ذلك التمرير. سريع احمد فاضل، عبر يلا كاكاو. تمرير الكرة لأحمد سعيد. حسام مالك، كاكاو العب. صافرة وخطأ لعلاء رعد. يلا شباب يلا. هذا علاء رعد. الصافرة والخطأ، ولدينا ركلة حرة مباشرة لمصلحة نفط البصرة. كرة للأمام ترسل لمصلحة نفط البصرة ووصلت لحارس المرمى. كرة خطيرة كانت عن طريق مصطفى هادي، ولكنها وصلت بعد ذلك لحارس المرمى بعد ما اصطدت بالمدافع. كرة لحارس فلاح، برا اللاعب ترى برا. يعود لسيف حاتم. ايفان خالد، تعال عوفة مصطفى يلا. عوفة تمرير الآن لمرتضى علي مرص. سيف حاتم، مصطفى صح. تنقل الكرة للأمام ولكنها بدون أي عنوان، وصلت للمدافع، وصلت لبنيامين. يلا مصطفى يلا يا ابوي. هنا اللاعب مصطفى هادي صاحب الفرصة الأخيرة لمصلحة نفط البصرة، يشكو من إصابة الآن. هيثم الشبول، واحد من المدربين والأسماء، مدربين المحترفين في دورينا لهذا الموسم. بعده ما حاكي اصلا. لدينا العديد من الأسماء قادوا الفرق هذا الموسم. من مصر مؤمن سليمان المتوج مع فريق الشرطة بلقب هذا الموسم، لا كابتن والله هاي ركب. وكذلك الزوراء قادهم حسام البدري. حمزة الجمل من مصر كذلك قاد النجف. عندي استفسار اطلب استفسر اطلب. وهيثم شعبان مع الكرة. حمزة الجمل طبعا كان مع النجف، وحسام البدري كان كذلك مع الزوراء. من سوريا لدينا نزار محروس اللي يقود فريق نوروز، وايمن الحكيم اللي يقود نادي القاسم حاليا. ومن الاردن هيثم الشبول اللي يقود فريق نفط البصره حاليا. وكذلك من تونس شهاب الليلي اللي سبق وان قاد فريق الشرطه في بدايه هذا الموسم. وزاخو لدينا القطري طلال البلوش اللي يقود الفريق حاليا. وسام رزق سيكون ثاني قطري يتواجد في دورينا بقيادة القوة الجوية في الموسم القادم. أحمد فاضل بكرة ملعوبة الآن. مصطفى عبد الجليل والكرة طالت إلى خارج أرضية الملعب. هذا مصطفى عبد الجليل، بينما الكرة ملعوبة الآن. وصلت لعلي خالد. مصطفى هادي، كرة إلى خارج أرضية الملعب. هذا مصطفى هادي. لؤي صلاح مدرب فريق كهرباء، وبالتأكيد يعني نتائج هذا الموسم فريق يسعى من خلال آخر مباراة له في الموسم أن تكون بانتصار، وبالتالي هو يسعى لتحقيق الانتصار من خلال هذا اللقاء. ولكن المباراة أمام نفط البصرة الفريق الذي يحاول أن يحقق الانتصار وأن يصل للنقاط الثلاث ويدخل مباراة البلاي أوف. بينما الكرة الآن مهيمن سليم لأموري، تبادل الكرات خطيرة والتسديدة مطالبة بلمسة يد. حكم المباراة أشار لاستمرار اللعب. حسام مالك بنقل الكرة لحسام جاد الله. جاد الله يحاول
كرة وتمريرة خطيرة لمصطفى. الله 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 الله، لو تكمل ولكن تأخر فيها. بعد ذلك الكرة واللمسة فيها عودة إلى الخلف. حلوة كانت اللمسة الأخيرة أو ما قبل الأخيرة، كانت ممتازة من مصطفى هادي. كرة ملعوبة الآن حسام مالك، صافرة، ولدينا خطأ الآن. خطأ لمصلحة الكهرباء. زين يلا لسيف حاتم. اوكي يلا اوكي يلا كرة في التمريرة للأمام، وصلت لحارس المرمى. بعد ذلك المتابعة للكرة احمد علاء أحمد فاضل. علاء تمرير الكرة للأمام، ما يحتاج. كرة لأحمد سعيد. احمد هنا ما يحتاجك، حط هناك. أحمد في الوسط، تعال احمد تعال. تمرير يلا احمد سعيد محمد سعيد لاعب اليمني. احمد سعيد وصلت لأموري فيصل. ارجع بسعيد ارجع. أموري في وسط الملعب، تمرير لحارس فلاح. جهة اليمين سيف حاتم، علي خالد، إيفان. كرة مقطوعة الآن لمصلحة نفط البصرة. حسام جاد الله، طلب للكرة من قبل لاعب حسام مالك، لكن بعد ذلك زين احمد كرة مقطوعة الآن وفيها صافرة زين بعد وفيها خطأ. فيها صافرة وفيها خطأ لمصلحة فريق الكهرباء. مباريات اللي تقام بنفس التوقيت لا تزال النتيجة التعادل بدون أهداف ما بين أمانة بغداد والنفط وكربلاء ونادي القاسم، وهنا كذلك نفط البصرة والكهرباء. الكرة التي كان فيها خطأ هيثم الشبول. احمد توجيهات مستمرة. حسام مالك الثاني احمد على تنفيذ الخطأ، تنفذ الكرة باتجاه المرمى ولكنها وصلت لحارس المرمى حسام الحارس عبد الله فيصل. هذا هداف الكهرباء محمود خليل ب 12 هدف، بالمقابل هداف نفط البصره حسام جاد الله ب6 أهداف. كرة ملعوبة للأمام، علاء لأحمد فاضل. علاء سهل، تعال أحمد تعال. تمرير الكرة بعد ذلك لا في الوسط، لا ايزي، تعال علاء كوامي تعال. بونسو علاء. لاعب الغاني. أحمد سعيد أحمد لي كوامي مرة أخرى. تمرير الآن مقطوعة الكرة لعلي السجاد صباح. إيفان خالد لحارس أقرب لبنيامين. باص بالواجب، باص مصطفى عبد الجليل. بالواجب. هجوم الآن، تبقى الكرة وتبقى المحاولة والتمرير الآن مقطوع عن طريق مرتضى علي. أموري لمصلحة الكهرباء، نقل الكرة للأمام ممتازة ولكنها أقرب لحسام مهدي حارس المرمى. يبقى التعادل بدون أهداف لغاية الآن. نفط البصرة والكهرباء الجولة الأخيرة من دورينا دوري نجوم العراق لكرة القدم لموسم 2023-2024. حسام مالك لاعب الخبرة وكذلك
3 أهداف هذا الموسم. هنا يطالب بركلة جزاء. حكم المباراة واثق محمد. يلا يمك يمك حسام يمك. هنا حكم اللقاء أشار لاستمرار اللعب. إيفان خالد، حسام جاد الله، طلاقة سريعة، كرة مقطوعة الآن، في إبعاد، قصيرة الكرة، تبقى المحاولة لنفط البصرة، خطيرة. أوه، ضاعت الكرة، ضاعت على نفط البصرة، وبالتالي الكرة مرت إلى الخارج. حسام جاد الله 6 أهداف هذا الموسم، ضيع الكرة والفرصة الأخيرة بالنسبة لفريق نفط البصرة من خلال تبادل الكرات بلمسة جميلة ما بينه وبين حسام مالك، وبعد ذلك التسديدة مرت إلى الخارج إلى ركلة يمر. أفضل نفط البصرة من خلال الدقائق التي مرت. كرة ملعوبة الآن لعلاء رعد. علاء هذا الموسم كذلك سجل هدفين وهو مدافع بالتأكيد، وبالتالي الكرة لكوامي. تمرير مصطفى هادي، أحمد فاضل، تترك الكرة محمد سعيد لبنيامين، أو هذا كوامي. أحمد فاضل، مسيرة طويلة لهذا اللاعب، لاعب خبرة. أحمد فاضل واحد من الأسماء في وسط الملعب، ممتاز جدا. حسام مالك حاول تقدم المرور، تبقى المحاولة. مصطفى عبد الجليل، تبادل الكرات العرضية الآن والإبعاد، بعد ذلك مطالبة بلمسة يد. حكم المباراة هنا الصافرة والخطأ. واثق محمد، كنت أكيد يعني القرار سيكون لحكم الفار اللي هو زيد ثامر وياسر هاشم. هنا الكرة والإبعاد اللي كان عن طريق مرتضى مرص، وبالتالي الكرة مطالبة فيها بلمسة يد. حكم المباراة أشار لاستمرار اللعب. كرة تنقل للأمام، سيف حاتم، أحمد فاضل، كوامي، تمرير الكرة، عرضية عالية، إبعاد عن طريق علي خالد. أموري، ارتداد سريع، تمرير الكرة، مهيمن سليم. مهيمن هذا الموسم 6 أهداف. إيفان خالد سدد الكرة ولكنها اصطدت بكوامي. علي خالد، تمرير الكرة، إيفان، مهيمن، علي السجاد، صافرة وخطأ. علي السجاد صباح، بينما هنا كوامي بونسو. كوامي بونسو لاعب الغاني. إعادة كانت لكرة الخطأ، بينما هنا الهجوم لنفط البصرة. أحمد سعيد، الكرة إلى خارج أرضية الملعب إلى رمية التماس. هذا أحمد سعيد لاعب السابق لفريق نفط ميسان، أفضل أيامه كانت مع فريق نفط ميسان بكل تأكيد. أحمد سعيد يحاول، والكرة وصلت لحارس المرمى عبد الله فيصل. عبد الله بكرة عالية، كرة وصلت لي كوامي في الوسط لمصطفى هادي، حارس إيفان. أموري يحاول،
نقل الكرة لمحمود خليل، يحاول محمود بينه وبين مدافع نفط البصرة اللي هو بنيامين، والكرة مقطوعة لبنيامين الأهلي. أحمد سعيد على رعد بنقل الكرة للأمام داخل منطقة الجزاء، وبالتالي حسام جاد الله يطالب بخطأ. أموري نقل الكرة الآن بحارث، إخراج الكرة لدى لاعب مقطع على أرضية الملعب اللي هو حسام جاد الله. السلام لحسام. أجواء حارة بكل تأكيد ودرجات الحرارة، وهذا يؤثر على أداء اللاعبين. هنا كانت المطالبة بخطأ من قبل حسام جاد الله مهاجم نفط البصرة، لاعب اللي سجل من خلال هذا الموسم 6 أهداف، هداف الفريق، والفريق يسعى للبقاء من خلال هذا الموسم. هنا أحمد صلاح اللي كان لؤي صلاح اللي كان واضح في الصورة. شرطة سيدخل هنا هيثم الشبول، شرطة سيدخل لآخر مباراة له هذا الموسم، والآن في الصدارة ب 84 نقطة، بينما القوة الجوية المركز الثاني 79، الزوراء ثالثا ب 75، الرابع زاخو ب 66، الخامس النجف ب 64، السادس دهوك 57، السابع نوروز 55، والثامن الطلبة 52 نقطة، التاسع الحدود 47 نقطة، والعاشر نفط ميسان ب 46 نقطة، والحادي عشر النفط ب 45 نقطة، والثاني عشر الميناء ب 42 نقطة، والثالث عشر فريق الكهرباء ب 41 نقطة، والرابع عشر أربيل ب 40 نقطة، والخامس عشر الكر ب 39 نقطة، والسادس عشر كربلاء ب 36 نقطة، والسابع عشر نادي القاسم ب 34 نقطة، والثامن عشر نفط البصرة ب 31 نقطة، والتاسع عشر أمانة بغداد ب 30 نقطة، والمركز الأخير نفط الوسط ب 16 نقطة. هذا هو جدول الترتيب قبل الدخول وخوض مباريات الجولة الأخيرة. أكثر الانتصارات كانت الشرطة ب 25 انتصار، ويأتي بعد فريق القوة الجوية ب 23 انتصار. كذلك هو أقوى خط هجوم ب 74 هدف، ويأتي بعد القوة الجوية ب 65 هدف. يبقى أقوى خط دفاع زاخر ب 19 هدف، ويأتي بعد طبعا الزوراء ب 21 هدف في مرماهم هذا الموسم. أكثر الخسائر كانت في نفط الوسط ب 23 خسارة من خلال هذا الموسم، والأقل خسائر اللي هو فريق الشرطة ب3 خسائر فقط. يأتي بعد القوة الجوية والزوراء لكل فريق 4 خسائر، ومن ثم زاخو طبعا ب5 خسائر فقط هذا الموسم قبل خوض الجولة الأخيرة. أكثر الفرق تعادلا كرخ ب 18 تعادل، ويأتي بعد الكهرباء ب 17 تعادل، ونفط ميسان ب 16 تعادل. كرة ملعوبة الآن لأحمد فاضل، أحمد سعيد بنقل الكرة صافرة وخطأ على مرتضى علي مراس.
خطأ الآن، وركلة حرة مباشرة. شوف الإعادة، وبالتالي حكم المباراة يحتسب خطأ لمصلحة فريق الكهرباء على ما أعتقد. نعم، لمصلحة فريق الكهرباء. كان كرة لحارث إيفان خالد، كرة ملعوبة الآن لمصلحة نفط البصرة. بنيامين، تمرير الكرة على رعد لأحمد فاضل، على جهة اليمين تلاقى من حسام جاد الله، وصلت بعد ذلك الكرة لنبيل صباح، كرة لنبيل، هجوم الآن، تمرير، ولكن التمريرة كانت خاطئة، طالب بخطأ حسام مالك بنقل الكرة للأمام. هذه خطيرة لمصطفى هادي، تبقى المحاولة والتسديد، الكرة اصطدت عادت لعلاء، تمرير لحسام مالك، حسام مرر الكرة، وبعد ذلك إبعاد للكرة إلى خارج أرضية الملعب. أفضل نفط البصرة من خلال الدقائق التي مرت. هذا لؤي صلاح، توجيهات مستمرة، بينما هنا مرتضى علي مرس. كرة من أحمد سعيد، تسديدة ولكن إلى خارج أرضية الملعب. 25 دقيقة التعادل بدون أهداف. الجولة الأخيرة من دورينا دوري نجوم العراق لكرة القدم لموسم 2023-2024، آخر مباراة في الدوري. هذا بالنسبة لفريق الكهرباء، ولكن نفط البصرة يبقى، إذا ما بقى وحقق الانتصار لديه مباراة البلاي أوف، سيخوض مباريات البلاي أوف، وبالتالي ننتظر نتيجة هذه المباراة ونتيجة مباراة أمانة بغداد والنفط ونتيجة مباراة كربلاء والقاسم التي تقام بنفس التوقيت. مهيمن، إيفان، أموري فيصل، لاعب ممتاز، لاعب شاب. نبيل لمحمود، ولكن الكرة مقطوعة الآن. إيفان، نبيل، كرة ملعوبة الآن. إيفان خالد، فريق نفط البصرة قادم من خسارة أمام الكرخ في الجولة 37 الماضية بهدف مقابل لا شيء، بينما فريق الكهرباء قادم من تعادل بهدف مقابل هدف أمام نوروز في الجولة 37. سجل للكهرباء أمام نوروز اللاعب الشاب والممتاز المتواجد على دكة البدلاء اللي هو أمير جليل زيدان، اللي شارك مباراتين فقط، يعني كان أمام الحدود كلاعب بديل، وشارك على ما أعتقد ب 25 دقيقة فقط، وشارك في مباراة نوروز لا مباراة كاملة، وقدم مستوى كبير وسجل هدف جميل في مرمى نوروز. سجل هدف بطريقة ممتازة، طريقة تسجيل الهدف بحرفنة، حط الكرة في المكان السليم ومن خارج منطقة الجزاء بذكاء كبير، يعني على مستوى عمره لاعب شاب، ولكنه سجل هدف بقيمة كبيرة بالنسبة لفريق الكهرباء. واحد من الأسماء المهمة بكل تأكيد يعني على مستوى اللاعبين الشباب
في دورينا اللي هو امير جليل زيدان. والده كل يعني بانه واحد من الاسماء المهمه التي مرت بكره القدم العراقيه على مستوى حراسه المرمى، وكذلك امير هو لاعب شاب ونتمنى له التوفيق كذلك في مسيرته الكرويه. كان مع فريق الكهرباء او غير فريق الكهرباء، بالمناسبه هو مع فريق الكهرباء للموسم الثاني على ما اعتقد. حكم المباراة وافق محمد. هذه كرة نبيل صباح اللاعب الخبرة، وبالتالي التسديدة الماضية مرت إلى الخارج. كل يعلم أجواء المباراة ودرجات الحرارة، وبالتالي اللاعب يحتاج لكي يلتقط أنفاسه في مثل هكذا أجواء. بكل تأكيد يعني نطالب اللاعبين بتقديم مستوى أفضل، ولكن هو اللاعب يقدم أفضل ما لديه من خلال هكذا أجواء. هنا الفرصة الأولى اللي كانت لفريق نفط البصرة وعن طريق مصطفى هادي. إبعاد كان من المدافع. توجيهات من المدربين للاعبين. هنا نبيل وكذلك لاعبي فريق نفط البصرة. هذا المهاجم مهيمن سليم ملاخ، 6 أهداف هذا الموسم، يسعى لتسجيل هدف، ولكن يبقى بصدارة ترتيب هدافين أيمن سين بكل تأكيد هداف للدوري. هنا جانب من الحضور. كرة ملعوبة الآن. هنا أحمد سعيد. المباراة الماضية فريق الكهرباء هو من افتتح التسجيل، هو من سجل. المباراة كانت في ملعب الزوراء، بينما هنا التسديدة ولكنها مرت إلى الخارج. تسديدة ولكنها مرت إلى الخارج. حسام مالك واحد من اللاعبين الخبرة، الكابتن اللي سدد الكرة وبالتالي مرت إلى الخارج. الآن مباراة لم ترتقي للمستوى المطلوب ما بين الفريقين، وخصوصا فريق نفط البصرة الفريق الذي يسعى لتحقيق الانتصار. كرة ملعوبة الآن. علي السجاد. هنا كوامي لنفط البصرة على رعد. حسام مالك. حسام جاد الله، ولكن إبعاد عن طريق علي خالد إلى خارج أرضية الملعب إلى ركلة ركنية. ولكن الأقرب على التسجيل نفط البصرة على اعتبار أنه ضاغط، ولكن ممكن واحدة من المرتدات بالنسبة لفريق الكهرباء أن يصل لهدف. ننتظر من سيسجل ويفتتح باب التسجيل. الركنية الأولى لنفط البصرة من خلال هذا اللقاء، وهي الأولى في المباراة. مطالبة بلمسة يد. كرة ملعوبة الآن لمصطفى عبد الجليل. حكم المباراة يتحدث مع حكم الفار زيد ثامر،
وننتظر الفار إذا ما كانت هنالك ركلة جزاء أو لا. هنا الإعادة، وبالتالي هنا المطالبة بلمسة يد على إيفان خالد. يبقى القرار لحكم المباراة وكذلك لحكم الفار، وربما يستدعي حكم المباراة لكي يشاهد اللقطة، أو ربما يعطي الأمر باستمرار المباراة. ننتظر. زيد ثامر حكم الفار. هنا إيفان خالد، هنا جانب من الحضور اللي يتابع اللقاء. موسم طويل، موسم كل تأكيد يعني 38 مباراة، 38 جولة لكل فريق، مرحلة أولى مرحلة ثانية، مباريات صعبة، مباريات تقام في المحافظة التي تنتمي إليها أو ربما خارج المحافظة، تلعب في الشمال، تلعب في الجنوب، تلعب في جميع المحافظات. دوري طويل وبالتالي مجهود كبير يبذل من اللاعبين، وبالتالي سننتظر قرار حكم اللقاء من خلال هذه اللقطة. إيفان خالد وحارث فلاح يتحدثون مع حكم المباراة، وبالتالي ننتظر قرار الحكم. هل سيعود ويتابع اللقطة وبعدها يعني سيقرر؟ يعود للفار الآن، وبالتالي حكم اللقاء واثق محمد تابع اللقطة الآن. إذا ما كانت هناك ركلة جزاء أو لا، ماذا يقرر واثق محمد؟ هذه اللقطة، شوف الرأسية من حسام جاد الله، وبالتالي هنا ربما شاشة الفار، وبالتالي حكم اللقاء. طيب كيف راح يشاهد اللقطة؟ تأتي الصورة وتنقطع، تأتي الصورة وتنقطع، وحكم المباراة ينتظر ونحن ننتظر، وبالتالي هذه الأمور على كل حال. هو سيتابع اللقطة. تأخر كثيرا باحتساب ركلة الجزاء أو لا، بإعطاء القرار حكم اللقاء. ماذا يقول؟ يقول بأنها ركلة جزاء لنفط البصرة، ركلة جزاء لنفط البصرة، على اعتبار أنه هناك كان لمسة يد على إيفان خالد، وبالتالي ركلة جزاء الآن لنفط البصرة. شوف الإعادة، وبالتالي حكم المباراة يحتسب ركلة جزاء من اللقطة الماضية. هنا يحتسب ركلة الجزاء، ونفط البصرة لديه الأفضلية، ربما يسجل من خلال هذه الكرة. الكابتن القائد حسام مالك على التنفيذ بمواجهة عبد الله فيصل. حسام، هل يسجل أول أهداف المباراة؟ حسام مالك كابتن القائد يتقدم الآن ويتخذ القرار ويختار الزاوية، يسدد. الله،
الله 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 الله، رائعة جدا وجميلة عن طريق حسام مالك بخبرة السنين، يضع كل خبرته من خلال اللقطة الماضية ويسجل هدف جميل بطريقة ممتازة من خلال اللقطة الماضية. حسام مالك الكابتن القائد بهكذا طريقة، الله عليك، يا عيني يا عيني يا عيني يا عيني يا حسام مالك على هكذا تنفيذ وهكذا طريقة ممتازة على طريقة الكبار. اي والله حسام مالك يسجل أول أهداف في المباراة، أول أهداف في اللقاء، ليتقدم نفط البصرة. هدف في الدقيقة 38 الآن عن طريق حسام مالك. هدف مقابل لا شيء لنفط البصرة، يتقدم الآن ومن ركلة جزاء، كرة ملعوبة للأمام فيها عودة للخلف. أحمد فاضل، رمية تماس نبيل صباح، هنا أحمد فاضل. دقائق الخمسة الأخيرة من زمن الشوط الأول، عدا الوقت المحتسب بدل عن الضائع. سيف، علي خالد، تمرير الكرة الآن لمصلحة الكهرباء. هل يعود؟ هل يتعادل؟ يسجل التعادل؟ ربما. هو يعتمد على الكرات المرتدة من خلال هذا اللقاء فريق الكهرباء، واضح جدا. أموري لمحمود، لأموري، نبيل، مرة أخرى تبقى المحاولة ووصلت لحارس المرمى حسام مهدي. حارس المرمى حسام لم يختبر من خلال هذا اللقاء بكرة حقيقية على المرمى، وبالتالي الأمور نسبيا أفضل لنفط البصرة. استحواذ وانتشاره في الملعب، محاولاته على مرمى الحارس عبد الله فيصل وعلى مرمى الكهرباء. ركلة ركنية الآن، هذا حسام، ركنية لمصلحة فريق نفط البصرة. الآن تمرير الكرة، حسام مالك إلى ركنية أخرى، على ما أعتقد هي الثالثة في المباراة لنفط البصرة. أحمد سعيد على التنفيذ الآن، أحمد، كرة تنفذ عالية داخل منطقة الجزاء، وإبعاد للكرة من مدافعي الكهرباء. مصطفى عبد الجليل لأحمد سعيد، نقل الكرة للأمام، متابعة خطيرة، الله، هدف جميل، هدف رائع، روعة 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 لنفط البصرة، روعة لنفط البصرة من خلال الهدف الجميل والرائع عن طريق محمد سعيد اليمني. سجل هدف من الأهداف الجميلة. اي والله هدف جميل ورائع لنفط البصرة عن طريق محمد سعيد بطريقة ممتازة ورائعة جدا. شوف 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 الإعادة، الكرة وصلت، الله الله، هدف جميل يسجل، هدف جميل بالكرة الماضية بالنسبة لنفط البصرة، سجل من خلالها اللاعب اليمني محمد سعيد ليتقدم بالهدف الثاني نفط البصرة من خلال هذا اللقاء. ولكن هذا الهدف غير، هذا الهدف الجميل اللي سجل محمد سعيد في الدقيقة
42. هدفين مقابل لا شيء الآن. هدفين مقابل لا شيء. هنا صاحب الهدف الثاني جانب من الحضور. إذن يحتسب الهدف، يحتسب الهدف، وبالتالي هدف بطريقة ممتازة جدا يسجل لنفط البصرة. كرة ملعوبة الآن للأمام، إبعاد للكرة، وصلت لنبيل، علي خالد لمرتضى علي، إيفان، كرة ملعوبة الآن جهة اليمين، محاولة مستمرة، وصلت لحارث، مرتضى علي لحارث، سيف حاتم، كرة ملعوبة، محمود خليل يحاول ولكن إبعاد من حارس المرمى من خلال اللقطة الماضية. إبعاد للكرة، الثواني الأخيرة من عمر الشوط الأول، عدل الوقت المحتسب بدل عن الضائع. كرة وتغيير اتجاه اللعب إلى جهة اليسار، تبقى المحاولة، حسام مالك، تمرير لحسام جاد الله، محاولة مستمرة لمصلحة نفط البصرة ولكنها وصلت لحارس المرمى. كان ممكن هدف ثالث لنفط البصرة من خلال اللقطة الماضية. أموري لمحمود خليل، لأموري مرة أخرى، مهيمن، كرة مقطوعة الآن لأحمد سعيد، 6 دقائق الوقت المضاف، حسام مهدي، أحمد فاضل، والكرة إلى خارج أرضية الملعب إلى تماس الآن لمصلحة فريق الكهرباء. فريق الكهرباء يحاول أن يقلص الفارق قبل الخروج من الشوط الأول. مرتضى علي لأموري فيصل، كرة ملعوبة الآن، هجوم مرتد سريع، مصطفى عبد الجليل لمصلحة نفط البصرة، محاولة مستمرة ولكنها طالت وبالتالي مهيمن لحارث، حارث فلاح، علي السجاد صباح لإيفان خالد، نبيل، والكرة طالت إلى الخارج إلى تماس. هنا نبيل، صاحب الهدف الثاني كان واضح في الصورة، محمد سعيد، هنا الإعادة للكرة، بدأت من هنا من أحمد سعيد وبعد ذلك وصلت لمحمد سعيد بطريقة ممتازة، سجل من خلالها هدف ثاني لنفط البصرة. كرة ملعوبة الآن، محمد سعيد، حسام جاد الله، استلام جميل، أحمد سعيد، حسام مالك ممكن يسدد الكرة ولكن بعد ذلك فكر بالتمرير لأحمد سعيد وسدد الكرة ولكنها مرت إلى الخارج. مرت إلى الخارج، تسديدة أحمد سعيد مرت بهكذا طريقة، علت العارضة بقليل إلى ركلة مرمى.
إيفان خالد، مرتضى علي، أموري، كرة وصلت لنبيل، صافرة وخطأ لمرتضى علي. خطأ الآن. شوط أول لم يكن جيدا فريق الكهرباء. هنا كوامي، حسام مالك، لحسام جاد الله، تمرير الكرة، حسام مالك لعلاء رعد، تمرير الآن، حسام لحسام جاد الله، محاولة والتسديد الكرة ولكنها مرت وأبعدت إلى الخارج إلى ركلة ركنية. محاولات مستمرة لنفط البصرة. شوف الإعادة، حسام جاد الله اللي سدد الكرة والإبعاد الممتاز اللي كان عن طريق حارس المرمى عبد الله فيصل. شوف الإعادة بأكثر من زاوية، إبعاد كذلك كان ممتاز جدا. كرة إلى ركلة مرمى، حارث، إيفان خالد، مهيمن لأموري، إيفان، تمرير الكرة لحارث فلاح، تبادل الكرات بين لاعبي فريق الكهرباء. أموري بتمرير الكرة لمرتضى علي، كرة فيها محاولة الآن، صافرة وخطأ لأموري فيصل. خطأ لأموري، 3 أهداف هذا الموسم. أهدافه دائما ما تكون جميلة هذا اللاعب. والخطأ الآن ربما تكون الكرة الأخيرة، الدقيقة الأخيرة الآن. هنا محمود خليل مهاجم لاعب خبرة، وبالتالي الكرة فيها خطأ في مكان جيد لفريق الكهرباء. والمحاولة لنبيل وكذلك أموري، تترك لأموري، ترسل عالية داخل منطقة الجزاء، إبعاد من حسام جاد الله، حسام مالك، تبقى المحاولة، سيف حاتم، علي السجاد، صباح، عالية الكرة وإلى ركني، محمد سعيد، والكرة إلى ركنية الآن لمصلحة فريق الكهرباء. هذه أعتقد ستكون الأخيرة، على اعتبار أنه خلاص يعني حتى الوقت المضاف انتهى، وبالتالي الركلة الركنية الآن لمصلحة الكهرباء تنفذ، إبعاد للكرة. إذن هنا الصافرة. أعزائي مشاهدي قنوات شبكة الإعلام العراقي الكرام، أينما كنتم تأتي صافرة حكم اللقاء واثق محمد لتعلن عن نهاية الشوط الأول بتقدم فريق نفط البصرة بهدفين مقابل لا شيء لفريق الكهرباء. استراحة قصيرة على أمل العودة إن شاء الله مع بداية الشوط الثاني. إلى اللقاء. عملية الهجوم الآن، ممكن الآن نادي القاسم لو سجل هدف سيصعب الأمور. الله 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 الله، هدف 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 رهيب 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 نادي القاسم، رهيب والله رهيب، فيك الجمال العجيب. هدف جميل لنادي القاسم، صاروخ
صاروخ في مرمى الصقور، وهدف لنادي القاسم. هدف لنادي القاسم، واي هدف اي هدف اي هدف لنادي القاسم. فلاح عبد الكريم يسجل هدف ولا اروع لنادي القاسم في مرمى القوة الجوية، وبديل ناجح للمدرب أيمن الحكيم. لاحظ فلاح عبد الكريم، صعبة على محمد حميد، صعبة على محمد حميد، صعبة هذه المرة على محمد حميد بعد الإنقاذ الرائع لأكثر من كرة لمحمد حميد للاعبي فريق نادي القاسم، لكن هذه الكرة مرت على محمد حميد لتعانق الشباك، ونادي القاسم يتقدم على القوة الجوية بهدف لا شيء. حرة لصالح نادي القوة الجوية. الثمان دقائق اللي أضافها حكم المباراة انتهت. ركلة حرة تنفذ على القائم البعيد، عملية التحضير، وهنا التعادل لنادي القوة الجوية. سعد عبد الأمير يسجل هدف التعادل، لكن الراية على سعد عبد الأمير، الراية على سعد عبد الأمير. أعتقد هناك عودة للفار. هل هناك عودة إلى الفار؟ لاحظ هنا الإعادة، هنا حالة التسلل غير موجودة، أعادها لاعب يريف، وهنا عائدة من القائم الأيمن ويكملها سعد عبد الأمير في المرمى يعدل النتيجة، لكن القرار يأتي حسن رائد، والاعتراض على قرار المساعد الأول واثق مدلل. لاعب ديون كان قريب، عالية الكرة، جول ليزاخو داروين لوبيز الكولومبي بهدف أول لأبناء الخابور. داروين لوبيز 6 أهداف بالدوري، يحتفل على طريقته الخاصة. لقطة سيلفي للذكرى. الكولومبي داروين لوبيز، هل هناك شيء؟ أعتقد لا يوجد تسلل باللقطة الماضية. لاحظ انسل ودخل، وهدف أول لزاخو. عن طريق داروين لوبيز عبر الحدود وسجل الهدف الأول. مرة أخرى لكرار داخل منطقة الجزاء، بحث دائما عن إبراهيم، الله، جول للحدود، عبر الحدود عن طريق البديل علي كريم محمد، البديل الناجح، البديل بهدف جميل للحدود بتسديدة قوية جدا، مرت وعبرت في شباك علي كاظم. واحد من الأهداف الجميلة بدورنا عن طريق البديل علي كريم، في شباك علي كاظم بكرة جميلة على الطاير، وهدف جميل ورائع للحدود. لاحظ الحدود بهذه الكرة والتعديل وفرحة عادل النعمة. وتسديدة من بعيد، جول علي صادق يلعب كرة جميلة من مسافة بعيدة ويسجل أول أهداف المباراة في الدقيقة 39 من عمر المباراة. علي صادق به كرة جميلة ولا أروع ولا أجمل من خارج منطقة الجزاء، يسجل من خلالها أول أهداف المباراة بكرة رائعة جميلة من مسافة حوالي 40 ياردة، يسجل أول أهداف المباراة بالدقيقة 39. شوف بيمينه
كرة صاروخ إلى داخل الشباك يعلن من خلالها تسجيل أول الأهداف لفريق نادي الزوراء. واحد الزوراء لا شيء النفض بكرة جميلة ولا أروع ولا أجمل من علي صادق تعانق الشباك ويحرز من خلالها أول الأهداف بالدقيقة 39 من احتسب بدل من ضايع. طويلة الكرة ملعوبة، مراد، حلوة من مراد، منتظر، جول جول. شوف راح نكملها الآن، شوف شلون تتهيأ مراد، ما بيها تسلل إطلاقا، يعني من الانطلاقة الأولى ما بيها تسلل. هذا منتظر وتوغل واستطاع أن يسجل الهدف الثاني. 2 الزوراء لا شيء نفض. منتظر عبد الأمير، حلوة إلى مراد، مراد يسدد، جول جول. كرة جميلة جميلة من بعيد ما بين منتظر ومراد وتنتهي بأقدام مراد اللي يسجل الهدف الثالث بالدقيقة 55 من عمر المباراة. بالدقيقة 55 مراد محمد يسجل الهدف الثالث، الهدف الثالث لفريق نادي الزوراء. مراد يسجل الهدف الشخصي الخامس بعد أن سجل في شباك نفط الوسط ونفط البصرة والنفط، ويسجل أيضا في شباك الميناء والكر. خطأ قاتل لحارس المرمى. قبل مباراة الزوراء، إذن انتهى الموسم والدوري للشرطة، إذن اللقب الثالث على التوالي للشرطة. كرة خطيرة وجول. ندي فريكي ندي فريكي ندي فريكي ندي فريكي يقلص النتيجة بالدقيقة الأخيرة من الوقت المحتسب بدل من ضايع، ويقلص النتيجة لفريق النفط بالدقيقة 94 من عمر المباراة. بالدقيقة 94 من عمر المباراة ندي فريكي يسجل هدف الشخص الثاني بعد أن سجل في شباك الكهرباء، يسجل في شباك الزوراء. والنتيجة الآن 3 الزوراء 1 النفط، والقاسم يتغلب على القوى الجوية لحد الآن، والشرطة يتغلب على دهوك. معنى ذلك أن التتويج اليوم أصبح للشرطة. كرة تنفذ، أمير عالية داخل منطقة الجزاء، كرار عبد المجيد، جول. الله، جول للشرطة القيثارة وأوتارها التي لا تتوقف عن عزفها الجميل. هذا الشرطة ويا محلاه، هذا الشرطة ويا محلاه، والشاف بسرعة يصيح الله 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 على الشرطة، الله على القيثارة. القيثارة يتقدم بأول أهداف المباراة. حلوة الكرة، عبد المجيد أبو بكر، والكرة اصطدت ببيار أبو بكر لتسكن الشباك، ليتقدم الشرطة بأول أهداف المباراة. هدف مقابل لا شيء الآن، هدف مقابل لا شيء الآن. فرحة مؤمن سليمان بهذا الهدف عكسي. المستويات العالية للقارة الآسيوية، يعني شاهد الآن هناك تطور لبعض الدول الآسيوية. هنا تمريرة جميلة، جاسم محمد تصويبة، وهدف أول لمصلحة نادي أمانة بغداد عن طريق جاسم محمد بعد تمريرة جميلة. الدقيقة 10 تعلن عن أول هدف هذا اللقاء لمصلحة نادي أمانة بغداد عن طريق جاسم محمد، اللاعب النشيط جدا منذ بداية اللقاء لحين تسجيل الهدف. عمل الشيء الكبير. نعم،
عمل الشيء الكبير جاسم محمد، والآن هو من يسجل أهداف. لكن تمريرة الديدير جميلة جدا، وجاسم محمد لعب الكرة بالزاوية الصعبة على مصطفى زهير، وهدف أول لمصلحة نادي أمانة بغداد. لمصلحة جاسم إلى صفاء، تمريرات وصلت إلى جاسم، كرار جاسم قطع الكرة واجهة دفاعية، لكن وصلت فلورن ديدير. خطأ على كرار جاسم، لا داعي للاعتراض. نعم لا داعي للاعتراض يا كرار جاسم. فريق أمانة بغداد من يصوب؟ هل جاسم أم يترك أيمن رزيج؟ أيمن رزيج تصويبه، جول ثاني لمصلحة أسود العاصمة. هدف جميل لمصلحة نادي أمانة بغداد، أيمن رزيج الذي يسجل هدف جميل في الدقيقة 19 لمصلحة فريق أمانة بغداد، بعد تصويبة يسارية جميلة عن طريق كرة ثابتة أسكنها بالزاوية اليسرى للحارس مصطفى زهير، ليتقدم فريق أمانة بغداد بهدفين مقابل لا شيء. أيمن رزيج يسجل في الدقيقة 19. أي تصويبة صعبة جدا، نعم صعبة جدا من فوق الجدار وفي الزاوية الصعبة. لم يستطيع السيطرة على الكرة، الهجوم المرتد، تمريرة جميلة، انفرد صوب، جول. أمير جليل زيدان الذي يزور الشباك نوروز. أمير جليل زيدان، هذه الشباك التي كانت في حراسة أبيك، أنت الآن تأخذ وظيفة زيارة هذه الشباك. أمير جليل زيدان من خارج منطقة الجزاء ركن الكرة ركنا في الزاوية الصعبة على جومان. هدف جميل لنادي الكهرباء عن طريق أمير جليل زيدان. ماتسو إلى أحمد محمود الياباني، هناك إلى إسماعيل أحمد يلعب الكرة العرضية، وروان حسين، جول. مروان حسين قطع على القائم الأول ولعب الكرة بالزاوية الصعبة. شاهد الكرة العرضية الأولى من البديل إسماعيل أحمد ومروان حسين، شاهد كيف ذهب إلى القائم الأول من أجل خطف الكرة من أمام زاهر ميداني. يا الله على لمسة المهاجم، يا الله على لمسة الهداف، يا الله على لمسة القناص. أي لمسة، أي همسة، أي تسديدة. جعفر ناصر، جعفر إلى سجاد ممكن يحول، سجاد يلعبها عالية، كرة خطيرة بالرأس وتسديدة، جول. علي لطيف يسجل أول أهداف المباراة. علي لطيف بالدقيقة 55، علي لطيف يسجل أول أهداف المباراة بالدقيقة 55 من عمر المباراة. علي لطيف يسجل أول أهداف المباراة بالدقيقة 55 من عمر المباراة. 20 مناسبة، 20 مباراة التقى بها الفريقان، 5 لنفط ميسان، 8 للنجف، و7 انتهت بالتعادل. هذه المواجهة رقم 21. أفضل فوز كان 3-2 في الأسبوع 29، و5-2 للنجف في الأسبوع 11 من الموسم الماضي. شوف الكرة، أول مواجهة جمعت الفريقين موسم 2009-2010، 2-1 للنجف، وهو أول موسم لعب به نادي نفط ميسان في دوري الكبار. حلوة لا جعفر الآن، وخطرة، جول من سجاد محمد. سجاد محمد يسجل الهدف الثاني. كرة حلوة، هات وخذ، تنتهي بقدم سجاد الظهير الأيسر اللي يلعبها إلى داخل الشباك، ويسجل بالدقيقة 62 سجاد محمد
أعزائي مشاهدي قنوات شبكة الإعلام العراقي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرة أخرى عودة للشوط الثاني من لقاء نفط البصرة والكهرباء ضمن لقاءات الجولة الأخيرة من دوري نجوم العراق لكرة القدم لموسم 2023-2024. تغيير بدخول أحمد زامل بديلا لمصطفى هادي. أحمد زامل بديلا لمصطفى هادي. تغيير للمدرب هيثم الشبول ما بين الشوطين. تركنا الشوط الأول بتقدم فريق نفط البصرة بهدفين عن طريق حسام مالك من ركلة جزاء في الدقيقة 38 ومحمد سعيد في الدقيقة 61 42 عفوا، هو بالرقم 61 محمد سعيد اللاعب اليمني، وبالتالي هدفين مقابل لا شيء. الاهداف سجلت في الشوط الاول، والهدف الثاني كان جميل في الدقيقه 42 عن طريق اللاعب محمد سعيد بالرقم 61 المحترف اليمني. وبالتالي ممكن يعني الشوط الثاني فريق الكهرباء يظهر بصورة أفضل، لم يظهر من خلال الشوط الأول. ننتظر الشوط الثاني، ربما تكون الأمور أفضل بالنسبة للفريق الضيف القادم من العاصمة بغداد. هنا بداية الشوط الثاني الدقائق الأولى. أعتقد لا يوجد تغيير في صفوف تشكيلة فريق نادي الكهرباء. كرة للأمام، علي خالد، وصلت لحسام مالك، حسام لأحمد زامل، ابعاد للكرة. البديل الوحيد اللي هو أحمد زامل من خلال هذا اللقاء. مباراة أمانة بغداد والنفط الشوط الأول بدون أهداف، وكربلاء ونادي القاسم كذلك الشوط الأول بدون أهداف. كرة للأمام عالية، وصلت لأحمد سعيد، حسام مالك، أحمد سعيد يحاول وسدد الكرة ولكنها إلى الخارج. سدد الكرة ولكنها إلى الخارج. حسام مالك اللي مرر لأحمد سعيد من خلال اللقطة الماضية. بهذه النتيجة فريق نفط البصرة سيصل للنقطة رقم 34. سيلعب مباراة البلاي اوف مع من؟ مع نادي القاسم. إذا ما بقت مباراة كربلاء ونادي القاسم بالتعادل. كرة ملعوبة الآن، ولكن ننتظر حتى نهاية الثلاث مباريات وتتضح النتائج بعد ذلك. تسديدة أحمد فاضل، حارس المرمى تصدى للكرة وكانت في المكان اللي يتواجد فيه حارس المرمى. كرة ملعوبة، إيفان خالد، تمرير لأموري، إبعاد من بنيامين، وصلت لحارس المرمى حسام مهدي. شوف هذه تسديدة أحمد فاضل، وهذه تمريرة حسام مالك لأحمد سعيد اللي سدد الكرة ولكنها بعيدة كانت إلى خارج أرضية الملعب. كرة ملعوبة الآن، تمرير الكرة حسام جاد الله، حسام
مع حسام مالك لحسام جاد الله، تمرير الكرة ولكن حارس المرمى يتصدى للكرة بشكل ممتاز وأبعد الكرة إلى خارج أرضية الملعب إلى ركلة ركنية. هنا الإعادة وبالتالي الكرة إلى الخارج. ركنية الآن أحمد سعيد، هنا الرأسية، الكرة اصطدت وبعد ذلك أبعدت الكرة. تبقى المحاولة وبالتالي أحمد سعيد يحاول والكرة مرت إلى الخارج. كرة مرت إلى خارج أرضية الملعب إلى ركلة مرمى. كرة للأمام، إلى جهة اليسار نبيل، مرتضى علي، أمامية الكرة، السلامة لحسام جاد الله. لدينا تغييرات القادمة محمد سلام وسجاد خليل، تغييرات لفريق الكهرباء. بالسلامة لحسام جاد الله، خروج لعلي السجاد صباح. هنا محمد سلام هدف هذا الموسم، ولدينا التغيير الآخر سجاد خليل، خروج لإيفان خالد وعلي السجاد ودخول لسجاد خليل وكذلك لمحمد سلام. أحمد فاضل لعلاء رعد، حسام جاد الله، طلاقة سريعة جهة اليمين، كرة العرضية ولكنها اصطدت وتحولت إلى خارج أرضية الملعب إلى رمية تماس. هذا حسام جاد الله مجهود كبير من خلال هذه المباراة. كرة على الطرف الأيمن، محاولة مستمرة، إبعاد للكرة، وصلت لكوامي جهة اليمين، حسام مالك، حسام حاول حسام، مرور ممتاز، تبقى المحاولة والكرة العرضية ولكنها أبعدت. يبقى ضاغطا ومحاولة لتسجيل الهدف الثالث، هذا بالنسبة لفريق نفط البصرة. وكالمعتاد فريق الكهرباء يعتمد على الكرات المرتدة، كرة ملعوبة الآن، حسام مالك سدد الكرة ولكنها مرت إلى الخارج إلى ركلة مرمى. هذا حسام 4 أهداف هذا الموسم، سجل هدف من خلال هذا اللقاء من ركلة جزاء. ركلة مرمى الآن، علي خالد، محمد سلام، من النتائج بالنسبة لفريق الكهرباء والمباريات اللي خاضها بكل تأكيد، يعني المباريات اللي من خلالها فريق الكهرباء خسر بهذه النتيجة بهدفين مقابل لا شيء. فريق الكهرباء 37 مباراة،
بكل تأكيد يعني المباريات ليست بالسهلة، مباريات صعبة. هناك مباريات خاضها الفريق بصعوبة، وبالتالي يعني هو الفريق من خلال كل مبارياته اللي خاضها هذا الموسم. كرة ملعوبة للأمام. هناك مباريات واجه فيها صعوبة. أحمد سعيد، كرة باتجاه المرمى ولكنها أقرب لسيف حاتم. أول لقاء جمع الفريقين. تحدث عن نفط البصرة والكهرباء. كانت بموسم 2007-2008. في يومها فاز نفط البصرة بهدفين مقابل هدف واحد، وفي يومها سجل ناصر طلاع وسجل قيس عيسى، وسجل للكهرباء علي حسين. هذا أول لقاء. كرة خطيرة ورأسية ولكنها مرت إلى الخارج. هذا سجاد. هذه كانت أول مباراة جمعت الفريقين في ذلك الموسم. وبنفس الموسم طبعا، بنفس الموسم المرحلة النهائية مباريات دوري النخبة. بنفس الموسم بالمرحلة الثانية كان الفوز لفريق الكهرباء 3-1. في يوم سجل اسعد عبد النبي وسلام سعيد هدف. اسعد عبد النبي هدفين وسلام سعيد سجل هدف. والهدف الوحيد لفريق نفط البصرة في المباراة الثانية أمام فريق الكهرباء سجل كذلك ناصر طلاع. هذا أول لقاءين، ولكن من النتائج الكبيرة اللي تحققت بلقاءات الفريقين. بالمناسبة نفط البصرة مرتين فاز على فريق الكهرباء بنتيجة 4-1. الأولى كانت 4-1 وكانت في موسم كرة ملعوبة لمصلحة الكهرباء ولكنها مرت. كانت بموسم 2012-2013 في دور النخبة. في يومها فاز انتصار كبير نفط البصرة على الكهرباء 4-1. منو اللي سجل؟ سجل حسام مالك اللي سجل من خلال هذه المباراة، وسجل وسام مالك شقيق حسام مالك، وسجل عامر صاحب، وسجل علي جواد. هذه أكبر نتيجة لفريق نفط البصرة على فريق الكهرباء 4-1. وحضرت للمرة الثانية كذلك نتيجة 4-1 ولكن بموسم مختلف. هذه المرة بموسم 2014-2015. هنا التسديدة ولكنها مرت إلى الخارج إلى ركلة مرمى. المرة الثانية سجل فيها فيصل كاظم ونواف فلاح هدفين، وأندريه سجل هدف، اللاعب المحترف. هذه من النتائج الكبيرة ما بين الفريقين، ولكن الكهرباء لم يحقق انتصار بأكثر من 3 أهداف. واحدة منهن في المرحلة الأولى لهذا الموسم عندما فاز في المرحلة الأولى ب3 أهداف مقابل هدف واحد. سجل مهيمن وسجل شافيو ماموني وسجل محمود خليل. والهدف الوحيد اللي سجله في المرحلة الأولى لفريق نفط البصرة كوامي فونسو، وكانت في ملعب الزوراء، وكانت في الجولة
ال19. يعني مباراة بكل تأكيد كانت لفريق الكهرباء بمستوى كبير، بمستوى كبير قدم فريق الكهرباء. كرة ملعوبة الآن إلى خارج أرضية الملعب. تماس. 60 دقيقة مرت. تقدم لفريق نفط البصرة بهدفين عن طريق حسام مالك في الدقيقة 38 من ركلة جزاء، ومحمد سعيد في الدقيقة 42 بهدف جميل جدا. بقال حساب الجولة الأخيرة من دوري نجوم العراق لكرة القدم لموسم 2023-2024، موسم الذي يذهب للمرة الثالثة على التوالي لفريق الشرطة. فريق الشرطة 7 ألقاب وواحد غير متوج موسم 2013-2014. كرة ملعوبة الآن. سيف حاتم. كرة تنقل للأمام. في عودة للخلف. ابعاد عن طريق بنيامين. تبقى المحاولة. هنا صاحب الهدف الثاني، بينما هنا اللاعب البديل مصطفى الأمين. مصطفى الأمين بديلا لمن؟ منو اللي غادر؟ من ترك المباراة. تبقى المحاولة لمرتضى علي، سدد الكرة ولكنها مرت إلى الخارج. هنا مرتضى علي مرص. هنا محمود خليل ربما هو من سيغادر. هنا الإعادة لتسديدة مرتضى علي مرص. كرة أمامية الآن. سجاد. الكرة طالت وبالتالي إلى تماس أو خطأ. اي نعم خطأ. تغيير نبيل يغادر. نبيل صباح ومصطفى الأمين يشارك. تغيير كذلك لفريق نفط البصرة أو تغييران بدخول صادق زامل وكذلك دخول بحيدر أحمد سالم. خروج لأحمد فاضل. وأحمد سعيد. أحمد فاضل يغادر وأحمد سعيد يغادر. تغييرات مستمرة. فريق الكهرباء من الخسائر التي تلقاها هذا الموسم هو لم يخسر بأكثر من 3 أهداف. النتيجة التي كانت أمام الطلبة ومن قبلها كانت أمام زاخو 3-1، أمام النفط 3-2. يعني هذه النتائج التي خسر من خلالها فريق الكهرباء هذا الموسم. لم يخسر بأكثر من 3 أهداف. خسائر الماضية التي تعرض لها فريق الكهرباء تحدث عن 12 خسارة. بينما هنا التمريرة
ولكنها مقطوعة. الخسارة الأولى كانت في الجولة الثالثة أمام فريق أربيل 1-0 في ملعب فرانسو حريري، ولكنه هذا الموسم أول مباراة له كانت أمام الميناء. في يومها فاز ب3 أهداف مقابل هدف واحد. كرة ملعوبة الآن. صاحب أول هدف هذا الموسم لفريق الكهرباء اللي هو محمود خليل هداف الفريق ب12 هدف. أموري بنقل الكرة. هجوم عن طريق أموري. كوامي، بعد ذلك الكرة تنقل للأمام. آخر 5 مباريات فريق الكهرباء ما فاز، يعني هو كان آخر انتصار على أربيل ب3 أهداف مقابل هدف واحد. هذا كان آخر انتصار. في الجولة تحدث عن مباريات فريق الكهرباء، وبالتالي الجولات الأخيرة بالنسبة لفريق الكهرباء. بعد الفوز على أربيل 3-1 تعادل أمام الكرخ 3-3، وتعادل أمام أمانة بغداد 1-1، وخسر من الطلبة 3-0، وتعادل أمام الحدود بدون أهداف، وتعادل أمام نوروز بهدف مقابل هدف. واليوم لغاية الآن هو يتلقى الخسارة 13. هجوم وانطلاقة سريعة لأحمد زامل. حسام مالك، نقل الكرة للأمام. حسام جاد الله يحاول، سدد الكرة خطيرة. ضيع الثالث حسام مالك. شوف اللقطة الأولى. حلوة حسام جاد الله، سدد الكرة هنا، لمها بطريقة ممتازة، ولكن سيف حاتم ينقذ مرماه من كرة مؤكدة لهدف ثالث لنفط البصرة، والكرة ضاعت إلى الخارج إلى ركلة ركنية الآن. هذا سيف حاتم، تمركز ممتاز، بينما هنا هيثم الشبول. كرة ملعوبة الآن إلى الخارج. تمرير الكرة. ركنيات 5 مقابل ركنيتين، أفضلية لنفط البصرة. تمرير الكرة. فريق نفط البصرة هذا الموسم هنا بطاقة صفراء. نفط البصرة من خلال هذا الموسم هنا مصطفى الأمين يتلقى البطاقة الصفراء. الجولة الثانية كان أول انتصار بالنسبة لفريق نفط البصرة، وكان على من؟ على أمانة بغداد ب3 أهداف مقابل لا شيء. اليوم سجل توان ديرسون وحسام جاد الله وعلى رعد. هذه الفرصة اللي ضاعت من قبل حسام مالك، ولكنه في أول مباراة هذا الموسم خسر اللقاء أمام الحدود بهدفين مقابل هدف واحد، وكانت المباراة في بغداد في ملعب الساحر أحمد راضي. نظرات من لؤي صلاح.
أول هدف لنفط البصرة هذا الموسم كان عن طريق اللاعب ناثانيل، هو صاحب أول هدف لنفط البصرة هذا الموسم، اللاعب الكاميروني. كرة تنقل للأمام، إبعاد ومتابعة، ولكن حالة تسلل، حالة تسلل من خلال اللقطة الماضية. قرار من الحكم المساعد الثاني كرار عباس. شوف الإعادة والمتابعة، وبالتالي حالة تسلل من خلال اللقطة الماضية. شوف هذه النتيجة، الهدفين مقابل لا شيء لنفط البصرة، فاز فيها على من؟ على نفط الوسط، في يوم سجل أثير صالح وحسام جاد الله، وبهدفين مقابل لا شيء من خلال الانتصارات التي حققها كذلك على فريق دهوك، بهدفين مقابل لا شيء. في يوم سجل محمد صلاح ونورو سليمان، كانت في ملعب الميناء، ما كانت في ملعب الفيحاء. من النتائج التي حققها نفط البصرة والفوز بهدفين مقابل لا شيء. فقط مباراتين في هذه النتيجة حقق فيها الانتصار بهدفين مقابل لا شيء هذا الموسم. نفط البصرة من أصل 7 انتصارات، ولديه 7 انتصارات، انتصارين بهذه النتيجة، وباقي الانتصارات كانت على أمانة بغداد 3-0، وكانت كذلك من خلال مباراتهم على الطلبة والفوز ب3 أهداف مقابل هدفين. كانت واحدة من المباريات الجميلة التي قدم فيها الأداء الكبير في ملعب الشعب الدولي، وكانت في بغداد. هنا الفرصة اللي ضاعت على حسام مالك، في يوم سجل مصطفى عبد الجليل وحسام جاد الله هدفين. هيثم الشبول كذلك من الانتصارات التي حققها نفط البصرة هذا الموسم، والانتصارات المهمة بكل تأكيد، يعني من خلال مباريات الفريق على نفط ميسان بهدفين مقابل هدف واحد. وكذلك بالمناسبة المباراة الانتصار ما كان في البصرة، كان في ملعب ميسان، كان في الجولة 21. في يومها سجل جيلسون ديليما الهدفين من خلال تلك المباراة، لاعب المتواجد على دكة البدلاء. كرة ملعوبة للأمام ولكنها وصلت لحارس المرمى. ذكرت بأنه الكهرباء لم يفوز في آخر 5 مباريات، ونفط البصرة لا، الفريق المباراة الماضية خسرها، ولكن التي قبلها حقق الانتصار على النفط بهدف مقابل لا شيء. المباراة كانت في هذا الملعب، في ملعب الفيحاء، في الجولة 36، وفي يومها ظهر حسام جاد الله كذلك. كرة ملعوبة لمحمد سلام، جهة اليسار، تمرير الكرة، حسام مالك، إخراج الكرة. لدينا لاعب ملقى على أرضية الملعب. بالسلامة لي محمد سلام. تغييرات قادمة لفريق الكهرباء. يوسف نبيل زكي، وكذلك حسين جاسم. خروج لمحمود خليل،
ويوسف نبي زكي. عبد الراحل نبي زكي رحمه الله يشارك الآن كلاعب بديل. كذلك لدينا على دكة البدلاء حيدر أحمد عزيز ومنتظر لؤي صلاح، وكذلك لدينا أمير جليل زيدان. هيثم الشبول مبتسما بهذه النتيجة، سيلعب مباراة البلاي اوف. جانب من الحضور هذه الطفلة الجميلة على المدرجات في ملعب الفيحاء في البصرة. بصرة والأيام الجميلة بكل تأكيد يعني لكأس الخليج التي من خلالها توج منتخبنا بطلا للنسخة الماضية. التغييرات القادمة لفريق الكهرباء، جماهير البصرية الوفية وكل جماهيرنا التي توافدت من خلال تلك البطولة لمؤازرة أسود الرافدين. بالمناسبة يعني الجماهير البصرية التي تساند فريق الميناء من خلال هذا الموسم. ميناء لديه مباراة مهمة أمام فريق النجف. بكل تأكيد جماهير الميناء ستحضر وجماهير النجف ستحضر، وكل فريق يريد أن يكون ختامها مسك. آخر المباريات بالنسبة لكلا الفريقين إذا ما كان النجف أو الميناء. مباريات الجولة كذلك الطلبة أمام زاخو، نوروز وأربيل، حدود والكرخ الزوراء والشرطة ودهوك مع نفط ميسان والقوة الجوية ونفط الوسط. قوة الجوية بحسرة كبيرة، ضياع للدوري، وبعدها كانت فرصة ممكن الكأس، وكذلك ضاع حلم الحصول على الكأس. والشرطة بتفوق كبير من خلال هذا الموسم، الحصول على الدوري والحصول على الكأس. وبالتالي هذه كرة القدم، هذه كرة القدم، والكرة تعطي لمن يعطيها. فريق الشرطة اجتهد ونال بكل تأكيد. كرة ملعوبة لمصلحة الكهرباء، ربما لدينا لاعب ملقى على أرضية الملعب. شوط ثاني لا أهداف ولا حتى يعني فرص قليلة كانت جدا، إن كانت للكهرباء وإن كانت لنفط البصرة. مباراة أعتقد بأنها ذاهبة لمصلحة نفط البصرة، مع أن هنالك وقت متبقي. هنا حارث فلاح كابتن لاعب خبرة. ننتظر الموسم القادم لفريق الكهرباء أن يكون بأفضل صورة وأن يقدم أفضل ما لديه، وكذلك ننتظر من باقي الأندية أن يكون الموسم القادم أفضل بالنسبة لها. الفرق التي يعني خلاص حضورها في الموسم القادم سيكون بصورة واضحة. السلام لعلي خالد. مدرب هيثم الشبول. لغاية الآن أضعف خط دفاع اللي هو نفط الوسط بكل تأكيد ب 62 هدف استقبلت شباكه. 62 هدف.
ويأتي بعد فريق كربلاء استقبلت شباكه 59 هدف، ومن ثم فريق الميناء استقبلت شباكه 57 هدف. كرة ملعوبة لعلي خالد، سيف حاتم، تمرير الآن إلى الخارج، هذا حسام جاد الله. رمي التماس سيف حاتم. دقائق العشرة الأخيرة عدا الوقت المحتسب بدل عن الضائع. كرة ملعوبة في الوسط، طالت على اللاعب البديل اللي هو صادق زامل. لاعبين البدلاء اللي شاركوا من خلال هذا اللقاء لنفط البصرة، تحدث عن صادق زامل وكذلك حيدر أحمد سالم وأحمد زامل، اللاعب الواضح في الصورة. بالمقابل لدينا شاهدنا حسين جاسم، شاهدنا مصطفى الأمين ويوسف نبيل زكي. كرة ملعوبة لأحمد زامل، تمرير الكرة حسام مالك إلى ركلة ركنية. ركنية الآن لمصلحة نفط البصرة. هذا اللاعب كذلك من البدلاء حسين جاسم، بينما هنا يوسف نبيل زكي. حارث إلى ركنية، ركنية تنفذ. حسام مالك، حسام تمرير الكرة، صادق تبادل الكرات، جول ثالث، هدف ثالث، ولكن راية من الحكم المساعد الثاني كرار عباس، والراية حاضرة، وبالتالي ولكن حلوة، هي اللقطة حلوة لبنيامين وصادق، بينما هنا كرار عباس الراية حاضرة لتلغي الهدف الثالث بالنسبة لفريق نفط البصرة. نفط البصرة يعني هذا انتصاره الثامن، الفريق اللي حقق 7 انتصارات 10 تعادلات و20 خسارة، سجل 27 واستقبلت شباكه 46 هدف، يعني هو اليوم يصل للهدف رقم 29 فريق نفط البصرة، والشباكة استقبلت 46 هدف، بينما الكهرباء 8 انتصارات 17 تعادل 12 خسارة، سجل 47 وفي مرماه 49. الآن في مرماه 51 هدف مع أهداف هذه المباراة، كذلك عدد كبير من الأهداف. محمد علي كريم وهيثم الشبول بتوجيهات مستمرة. ننتظر قرار حكم الفار بالهدف الثالث اللي سجله صادق. هنا دكة البدلاء لفريق الكهرباء، وننتظر من خلال موسم قادم بالنسبة لهذا الفريق الذي عودنا بأن يظهر لنا العديد من الأسماء واللاعبين الشباب. واحد من هذه الأسماء كذلك على دكة البدلاء لم نشاهد مشاركته من خلال هذه المباراة، لاعب الذي شارك من خلال المباراة الماضية أمام نوروز كلاعب أساسي، لاعب الممتاز اللي هو أمير جليل زيدان.
جيلسون ديليما، هذا جيلسون ديليما هدفين هذا الموسم، لاعب البرازيلي يشارك بديلا لحسام مالك. جيلسون ديليما البرازيلي يشارك الآن، تغييرات مستمرة لهيثم الشبول. هنا الهدف الذي ألغي بداعي التسلل. تمرير من يوسف نبيل، كرة وصلت لمصطفى حارث فلاح، بعد ذلك سيف حاتم، علي خالد، سيف حاتم لحارث، سيف لعلي خالد، محمد سلام، محمد تمرير الكرة، تغيير اتجاه اللعب الى جهة اليسار، محاولة مستمرة الآن. بعد ذلك الكرة في وسط الملعب، وصلت لحارث، تمرير الكرة بينه وبين مصطفى الأمين، وبالتالي الصافرة ولدينا خطأ. صافرة وخطأ، ركلة حرة مباشرة على أحمد زامل. هنا تسديدة من مسافة بعيدة ومرت إلى الخارج، مرت إلى الخارج. شوف الإعادة للكرة الماضية، وبالتالي مرت. كرة لحسين جاسم لاعب البديل، طبعا هذا شقيق اللاعب الدولي المميز علي جاسم لاعب منتخبنا الوطني. كرة الآن لمصلحة نفط البصرة، تمرير الكرة حسين جاسم، كرة مقطوعة لأحمد زامل وصافرة وخطأ. حكم المباراة خطأ على حسين جاسم، هذا حسين شقيق علي جاسم، وبالتالي الخطأ. ركلة حرة مباشرة بالمناسبة آخر فوز لنفط البصرة على الكهرباء قبل 10 لقاءات. جيلسون ديليما تمريرة، هدف ثالث، الله، ولكن يبدو لي راية، يبدو لي راية على حيدر أحمد، وبالتالي يلغى الهدف. الراية على جيلسون ديليما، الراية على البديل على البرازيلي. حيدر ما كان في وضعية تسلل. هنا كرار عباس حكم المساعد اللي كان حاضرا من خلال بطولة الأخيرة لاتحاد غرب آسيا. هنا لؤي، يلغى الهدف. إذن واضحة جدا، لاعب كان في وضعية تسلل. أكمل بأنه فريق نفط البصرة في آخر 10 لقاءات لم يحقق انتصار على الكهرباء. آخر فوز كان على الكهرباء بالنسبة لفريق نفط البصرة كان في موسم 2017-2018 1-0 عن طريق مرتجى عادل وفي ملعب الزبير.
وآخر 10 لقاءات 4 انتصارات لفريق الكهرباء و6 تعادلات حضرت. كرة ملعوبة في الوسط، 90 دقيقة انتهت خلاص. 4 دقائق، آخر 4 دقائق بالنسبة لفريق الكهرباء لهذا الموسم، بينما فريق نفط البصرة تنتظر مباراة البلاي أوف، وننتظر بعدها ربما هل سيهبط أو سيبقى للموسم القادم. كرة ملعوبة لحيدر أحمد سالم، هجوم الآن لنفط البصرة، ترسل الكرة للأمام، بعد ذلك تبقى المحاولة. أحمد زامل سدد الكرة ولكنها بعيدة جدا إلى الخارج، إلى ركلة مرمى، إلى ركلة مرمى الآن. ربما لدينا تغيير بخروج حسام جاد الله. هنا كان حسام جاد الله في وضعية تسلل. التغيير القادم أثير صالح يشارك الآن بدلا من حسام جاد الله. تحركات كانت جيدة من خلال هذا اللقاء. نعم لم يسجل ولكنه تحرك كثيرا على الأطراف ودخوله ورجوعه إلى وسط الملعب لاستلام الكرات، وكذلك يشارك بالكرات العالية. كرة ملعوبة الآن لمصلحة علي خالد. تمرير الكرة، سيف حاتم، كرة إلى جهة اليسار، بعد ذلك التمرير. مباراة أمانة بغداد والنفط انتهت بالتعادل بهدفين لكل فريق. خلاص أمانة بغداد يهبط رسميا، يهبط أمانة بغداد مع فريق نفط الوسط. ومباراة كربلاء والقاسم التعادل بهدف مقابل هدف، ولا زالت لغاية الآن المباراة التي من خلالها يعني بنتيجة التعادل كربلاء لا يلعب مباراة البلاي أوف، والقاسم سيلعب مباراة البلاي أوف مع نفط البصرة. هذا إذا ما بقت نتيجة كربلاء والقاسم التعادل، وهنا تقدم نفط البصرة. هنا مباراة أعتقد خلاص ستنتهي بهذه النتيجة، ولكن مباراة كربلاء ونادي القاسم هل ستنتهي بالتعادل أو ربما سيسجل أحد الفريقين هدف ثاني؟ إذا ما بقت للتعادل المباراة فهذا يعني أنه فريق القاسم سيواجه فريق نفط البصرة في مباريات البلاي أوف. كرة الآن إلى الخارج، أو لا تزال لمصلحة نفط البصرة. جيلسون، تمرير الكرة، ديليما بكرة عرضية ولكن بعد ذلك إبعاد الكرة. حيدر أحمد سالم، كرة إلى ركنية. إذن هنا الصافرة أعزائي مشاهدي قنوات شبكة الإعلام العراقي الكرام، أينما كنتم تأتي صافرة حكم المباراة لتعلن عن نهاية المباراة بفوز نفط البصرة بهدفين مقابل لا شيء لفريق الكهرباء. تقبلوا تحيات معلق المباراة علي الشمري، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أثارت الجدل لما حققته من إنجازات فريدة. حروب قلبت الموازين، بعضها أعاد الحق لأصحابه وأخرى كان مصيرها الفشل. عام بعد عام والأحداث تتلاحق وتتشابك وقد تختلف وجوه أبطالها، لكن الهدف واضح وهو البحث عن الخلود وأن تغيرت الأساليب. كل هذا في برنامج أمريكا عبر التاريخ. كبيرة من خورانا وخورياتا نرحق لي منن وزلي بلطلي من عراق تجيلي اللي تخايب شطو. بإث برنامج ديا شوري قريته دي ديقو خلي تم تعرفوا خلي بش كبيرة وخازق نشاطات ديلي وما كودي تامة. يوم من المرات يا ايام لا هي ايام لا هي اول بدايه حلقتنا انا قررت افوت. دكتور الياني فرحان دا اعطوك كثير. هو سهل هذا الشيء يعني هي رساله، هي هاي كل شيء يصير عندك تسوي بها رساله. معلومات عامه كم قلب الملك والخبر راح اطلعها.